السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخي ملك سهل وبنين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اللي اول مره يشوفوا لاشين تاعي نقول لكم صحه رمضانكم تصوموا بالصحه والهنا. ربي يتقبل منا ان شاء الله ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. الوصفه تاع اليوم خيرت لكم بطبوط ولا الخبز المنفوخ، وصفة أكثر من رائعة. الوصفة للشيف كريمة يعني أم فارس علي. أول مرة نجرب وصفة من وصفتها وخرج لي ولا أروع يعني. بطبوط وعليه الكلام، يمشي بزاف، يتماشى يعني مع الشهر الفضيل، ناكلوه مع الشربة. أنا خيرت هذه الوصفة وجات ما شاء الله. ديسيديت يعني نبارطاجيها معكم، وإن شاء الله تستفادوا انتوما ثاني وتجربوها. حنايا نروحوا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، وهذا هو يعني كم شفتوا كيفاش خرج لي ما شاء الله. تبعوا الطريقة البنات فقط وبإذن الله راح تنجحوا فيه. نقول لكم اللي ما راهيش مشتركة في القناة نتمنى ان شاء الله تشترك وديروا لي جيم في لا فيديو. فوالا هنايا نحتاج 2 كيسان فرينة وكاس تاع سميد يكون رطب، يعني كيلا زوج كيلات فرينة تقابلهم كيلا تاع سميد رطب يعني رطب تماما. هنا نضيفوا عليهم ملعقة ممسوحة لحظة ولا حليب بودر. ومن جهة واحدة أخرى نجيب ملعقة ممسوحة خمارة تاع الخبز، ملعقة ممسوحة تاع سكر، نحطهم يتفاعلوا مع بعض. ومن بعد راح نزيدهم للخليط تاعي. هنا من جهة واحدة أخرى الخليط تاعنا راح نزيد له 2 ملاعق كبار زيت، يعني 2 كيلات فرينة، كيلا سميد رطب، ملعقة أكل ممسوحة حليب بودرة، ونزيدو 2 ملاعق زيت، ونزيدو عليهم نصف ملعقة تاع الملح والسكر والخمارة تاعي تاع الخبز، خليتهم يتفاعلوا مع بعضهم. ومن بعد راح نزيدهم على الخليط تاعنا، وراح نجمع الخليط تاعي بالماء الدافي. يعني نجمعوا الخليط تاعنا بالماء الدافي شويه، ومن بعد راح نزيد له هذيك الخماره والسكر اللي كانوا ديجا تفاعلوا، ونضم بالماء الدافي. هنا الماء دات لي حوالي كاس وربع هكذاك ماء. والعجينه تاعنا البنات لازم تكون تتلاصق، لازم تحصلوا على عجينه تكون تتلاصق. يعني هنا تضيفوا الماء وفي نفس الوقت راكم تشوفوا العجينه تاعكم، وكما راكم تشوفوا يعني فيا انا درتها تتلاصق. هنا تخدموها في بلون دو طرافاي حوالي 5 دقائق ولا 10 دقائق، لانه فيها السميد دونك لازم نخدموها شويه. اذا حبيتوا ديروها في البيترا خير وخير. هنا بهذه الطريقه انا خدمتها شويه حتى العجينه تاعكم شغل تطرى وتولي ليس كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني الله يبارك تولي ليس. هنا ندير لها شويه زيت من الفوقه، وراح نغطيها هنا بعد ما خمرت لي، ونخلوها تخمر مده معينه. هنا بعد ما خمرت لي راح نديمو ليها، عفوا راح ندي غازيها. شوفوا جات يعني ما شاء الله. وهنا راح نقسمهم دي بول. انا هنا خيرت نوزنهم باش يجوني كامل قد وزنتهم 90. من نتوما تكونوا في الدار عادي يعني عينك ميزانك ماشي لازم توزنيهم. هنا نوزنهم دي بول، ومن بعد راح نحللهم خبزات صغار ونغطيهم ونخليهم يخمروا مره واحده اخرى باش نطيبهم. هنا هذا المقدار دار لي 8 خبزات. باش تعرفوا انا هنا ما درتهمش صغار، درتهم يعني متوسطين. ما نحبش هذوك الصغار جو يعيو تبقاي تعمري بالوحده وكامل. دونك هكا يعني اللي يرفد وحده جو هكا باش تسلكي راسك مع رانا في رمضان، يعني باش ما نبقاش يعيوني. يعني هادو 8 وديجا عيوني مع الانسان يكون صايم وشغل طيب شحال من حاجه جو تعياي. المهم تحلوهم هكا بالحلال كيما راكم وديروا عليهم السميد يكون رطب. السميد ما تحطوش كي تجود يعني كيما حنا نقولوا تقرصي، لا باسكو السميد يدخل لداخل وما يجيكمش خفيف. دونك كي تجوا تحلوها دروا عليها هكا شويه برك سميد رطب وحلوها عادي تكون رقيقه بهذه الطريقه يعني اللي راكم تشوفوا فيا. ونغطيها ونخليها تخمر مره واحده اخرى. هنا نجيب السميد تاعي كما راكم تشوفوا، يعني السميد هذا وين حنحط السميد باش يعاونني شويه نحلل به. هذا مكان ونحطهم كامل ونخليهم يخمروا حتى يخمروا باش نجي نطيبهم بهذه الطريقه.
نكمل انا الخبيزات اللي عندي، ومن بعد نتلاقى في طريقة الطياب تاعهم اللي هي ضرورية ثاني. وهنا بعد ما كملت جبت المقله تاعي اللي تكون ثقيله. لازم المقله تكون ثقيله والنار تكون عاليه، تحطوها تسخن المليح، ومن بعد تجيبوا الخبزه تاعكم بعد ما تكون خمرت. انا ما وريتلكمش بصح هما يعني خمروا، تحطوهم على نار تكون عاليه. شوفوا مع تحطوهم تقلبوهم سينو تلقاوهم تحرقوا باسكو النار راهي شويه عاليه. فوالا، وتبقاو تخلطوا يعني كل ثانيه تبقاو تخلطوا باش ما تحرق لكمش. انا كاين اللي غفلت عليهم وحده ولا زوج قريب تحرقوا لي باسكو غفلت عليهم. شوفوا يعني مع تحطوهم تقلبوا وشوفوا شحال يجي منفخ ما شاء الله. طيبوهم في مقله اللي تكون خشينه، ولا سينو هذوك الطواجن اللي عندكم طاجين يكون ثقيل طيبوا فيه. هذوك الطواجن يعني اللي يكونوا مسطحين كامل، ولا مقله المهم تكون ثقيله. شوفوا بهذه الطريقه كما تقدروا ديروا في الطاجين العادي، الطاجين تاع الطين ثاني عادي، برك طريقه الطياب مهمه كما قلنا. مع تحطوهم لازم تقلبوا ثم وتبقاو كل خطره راكم تقلبوا يعني ما تغفلوش عليهم. لازم كي تكونوا طيبوا تقعدوا غير ليهم ما تروحوش ديروا حاجه واحده اخرى باسكو انا كاين اللي غفلت عليهم زوج ولا قريب تحرقوا لي. المهم هنايا ونحطوا هنا. شوفوا كي تحطوهم كي تشوفوهم يتنفخوا ديريكت تروحوا تقلبوهم. شوفوا هذه الخبيزه الاولى خرجت ما شاء الله. شوفوا لي هنايا غير تشوفوا هكا درت هاد يعني بدات تتنفخ في المقله تروحوا تقلبوها. ديجا تلقاوها حمارت يعني. ما تغفلوش عليها تتنفخ شويه برك قلبوها وبقاو يعني تحركوا فيها كيما راني ندير هنايا. تشوفوا هذه ديجا حبت تحرق عليه. لازم تقعدوا غير ليهم تروحوش ديروا حاجه واحده اخرى. كيما تقدروا طيبوهم بكري الافونس ومن بعد يعني مع الحشيه تروحوا تعمروهم، تقدروا ديروهم الصباح العشيه تعمروهم هذا مكان. شوفوا هنايا بلا ما نحلهم بالمقص بلا والو يعني يتفتحوا وحدهم. وشوفوا شحال الجو يعني فارغين وفي نفس الوقت جوغ ملحمين. فوالا هذه هي الوصفة تاعنا وهذا هو الشكل النهائي تاعهم. يعني جو ما شاء الله هاد الخبيزات. شوفوا شحال فارغين وفي نفس الوقت ملحمين. برك ما تغفلوش عليهم باش ما يتحرقوا لكمش باسكو انا ديجا تحرقوا لي شويه. وهنايا فخسيتهم بسلطه وطماطم، وعندي الدجاج مارينيتو ودرت له شويه بصل وشويه فريت. هذا ما كان سينو زينوهم كيما تحبوا ودرت الفرomاج تاني